بره بقى طبعا الكاميرات جابته بتاع الشارع، كان هو رايح كان طالع في الوقت اللي هو الكاميرات جابته فيه، اللي هو الفيديو اللي اتنشر من عن طريق الحكومه، ان هو كان واخد الدراعين واخد رجل من الرجول دولت، خدهم رماهم في شارع رسلان. اللي هو الوجه البحري. والراس والرجل الثانيه دفنهم في قلب البيت. قعد يقطع ويشف ويغسل. يعني احنا في فيديو تاني قال لك ده لما هو مع اعترافاته قدام النيابه قال لك انا 9 ساعات بقطع في الجثه. رمى نصين هنا، رمى النص اللي فوق الركبه، من اول فوق الركبه لغايه فوق السره. تمام، ده اترمى هنا، في الحته دي، اترمى هنا في الشكاره. النص الفوقاني من اول فوق السره اللي طلعوهم بتوع المباحث، الله يعينه، كانوا بتاع العمريه او بتوع الدخيله بصراحه. طبعا دي فجعه جامده جدا، انتوا ما كنتوش عاملين حسابها. بصراحه انا عن نفسي مش هكدب عليك، انا اتصدمت. يعني انا بصراحه اللي شفته مش هكدب عليك، في فرق ان انت مثلا تشوف بني ادم متوفي، او بني ادم مثلا لا قدر الله على السكه عربيه خبطاه وتوفى في وسط مثلا عركه والكلام ده، مثلا بني ادم خد خبطه ووقع توفى وضع. مع احترامي ليك ان انت بقى تشوف، يعني انا اسف، جزء من بني تشوف ادم، قطع غير بني ادمين، او ان انت مثلا تشوف مجزر معمول على جسم بني ادم، دي حاجه بصراحه انا بتاع الجثمان بتاع صاحبه ورايح بيه عادي. يعني نعرضه لحضراتكم مره تانية اهو، ماشي في الشارع ولا كأن في حاجه، ماشي عادي جدا، رايح يرمي الجثمان، جزء الجثمان اللي هو قطعه في الشارع امام حضراتكم. حاجه صعبه وقاسيه جدا جدا جدا، يعني اكتشفتها رجال الامن، يعني فعلا في انجاز وقوه بحث وخطه بحث يعني عظيمه من رجال الامن لاكتشاف هويه هؤلاء الاشخاص اللي قاموا بهذا الفعل. يعني الواقعه حصلت في المكان قدام هنا في المنزل اللي فيه نور هناك زي ما حضراتكم شايفينه، ده مسرح الجريمه. وقام قتل وقطع وكمان اتحرك بالاجزاء بتاعه الجثمان امام حضراتكم هنا. دي الحاجات اللي كانت مشفوفه داخل الشكاره، حاجه غريبه وعجيبه. قتل شاب على يد صاحبه، وتم تشكيل طبعا فرق من المباحث، وتم العثور والقبض على هذا الجاني يعني فورا بعد عمليه قتل صاحبه وتقطيعه وتشفيته في منطقة أبي يوسف. أنا شاهد العيان اللي بيأكد على أن اترمى منه جزء هنا واترمى منه جزء هناك. لقي في أجزاء لجثمان عامل يومية في الإسكندرية اللي قتل على يد صاحبه، وقطعه حوالي 7 أجزاء، ورمى جزء منهم، جزء الوسطاني للجثة من السرة لحد الركبة. كان رامي الجثة هنا في قلب المكان ده هنا. وهنا هيكون معانا شاهد العيان اللي شافوا القصة والواقعة. هنا اتلقى النص التحتاني او الوسطاني عذرا للجثمان من السرة الى الركبة. يعني احنا مع حضراتكم من المكان اللي قتل فيه المجني عليه على يد المكان الصعب هنا حضراتكم شايفين. احنا هنا مع حضراتكم في المكان اللي قتل فيه اترمى فيه اجزاء من الشاب، ودي هدومه، دي اجزاء من الهدوم اللي كان لافف فيها الجاني المجني عليه داخل هذا المكان المرعب. زي ما حضراتكم شايفين المكان مرعب، كان رامي اجزاءه هنا. المكان هنا ضلمه جدا جدا جدا، ورامي الجزء هناك. هيكون معانا دلوقتي يعني شاهد العين اللي هيحكي لنا. استاذ محمد، مساء الخير عليك. طبعا عايزك تحكي لنا بقى يعني ايه اللي حصل بالظبط، وشفتوا ايه وعرفتوا ازاي كل حاجه. والله حضرتك يعني انا بصراحه كان عيال قاعدين بيلعبوا قدام الباب، وهو كان معدي من جوه السور بتاع المحجر، من جوه التبه بتاعه التراب دي. ففي ناس بتيجي ترمي زباله في الجنب ده، فاحنا بنحاول ان احنا نخليهم يرموا من جوه التبه. فقالوا له يا عم لو سمحت انت لو هترمي زباله ارميها في الجنب دوت. تمام، هو دخل رمى شكاره هنا، وتقريبا كان رامي حته تانية جوه النص الفوقاني كان راميه، بس لما رماه قدام نزل تحت في اخر المحجر من تحت. تمام، فعيالي دخلوا بعد منها على اساس ان هم يعني مثلا لما بيلاقوا شويه ازايز، بيلاقوا شويه بلاستيك في الكومه اللي جنب مننا دي، بياخدوهم ان هم يحوشوهم ويبيعوهم. فدخلوا يفتحوا الشكاره ان هي على اساس ان هي فيها شويه بلاستيك، شويه خرده بتاع الكلام ده كله. فتحوها فلقوا فيها
نص جثه بني ادم. احمى ورحيم. طيب. احمد كبير ورحيم هم دخلوا وجابوا قطر من الورشه ودخلوا يفتحوا الشكاره ان هم يلاقوا فيها شويه خرده ولا. طب انت كنت مصدق اصلا اللي حصل؟ بصراحه وانا يعني بصراحه مش هكدب عليك، انا كنت مصدق، مش هقول لك مش مصدق، بس يعني انت عارف ان احنا مثلا انت عشان تتحط في حاجه زي دي فيها سيم وجيم، وانا برضك ابو عيال مش هكدب عليك. ان طبعا لما جم بتوع الجيش وعيالي بلغوهم وهم نزلوا، هم لما بلغوا غير لما انا ابلغ. يعني انا عشان انا ابلغ طبعا فيها مسؤوليه عليا. طب انت شفتوا ايه؟ شفتوا هتفضل في سيم وجيم لغايه لما ربنا يظهر الحق ويبين مين اللي هو عمل كده. طب اوصف لنا الحته بالظبط، يعني كان الجزء اللي كان جوه الشوال ده كان ايه بالظبط؟ الجزء اللي كان جوه الشوال من فوق الركبه لغايه فوق السره بالظبط. يعني ده قطعه بيشفيه؟ متقطع وتقطيع. انت بصراحه انا لما شفت المنظر يعني مش هكدب عليك. هو الاجزاء دي كانت موجوده عنده في البيت كانت موجوده. هو رمى نصين هنا، رمى النص اللي فوق الركبه، من اول فوق الركبه لغايه فوق السره. تمام. ده اترمى هنا، ده اترمى هنا في الحته دي، اترمى هنا في الشكاره. النص الفوقاني من اول فوق السره اللي طلعوهم بتوع المباحث الله يعينه، كانوا بتوع العمريه او بتوع الدخيله. بصراحه لما بدات بقى المباحث تيجي، ما بدات المباحث تيجي وبدات الدنيا بصراحه تتقلب، ان ده اللي ظهرت قدام عيالي اللي هي الشكاره اللي كانت هنا. ان انت لما تيجي تبص في الشكاره ان انت لما تيجي تبص لو فتحت الشكاره، لو واحد مثلا من السريحه ولا الكلام ده فتح الشكاره بيبص فيها ما بقاش باينه الجثه في وسط الهدوم وفي وسط الحاجه. يعني هو ده كان لابسها ولا كان لف في يا دوبك الجزء بيها؟ كان مغطيهم بيها، كان مالي الشكاره من تحت خروق وزباله. دي عباره عن فانيلا صح كده؟ حاطط الجثه في وسط منها. تمام. بص هو التيشيرت كله دم اهو. الجزء التحتاني ده الثاني بص اهو نفس القصه، كل ده دم. تمام. هو كان مغطي، كان مالي نص الشكاره من تحت. تمام. وحاطط الجثه في وسط منهم، حاطط نص الجثه في وسط منهم، وحاطط فوق منهم برضك نفس القصه، هدوم وزباله والكلام ده كله، بحيث ان الشكاره تبقى يعني انها فيها زباله او فيها زباله وفيها الكلام ده كله. برضك الجزء اللي تحت ده برضك لما جابوه بتوع المباحث تمام واتحط هنا، برضك هو لفه في وسط الحاف فايبر في قلب المربع اللي تحت. ده اللي انت قلت وقع من فوق لتحت؟ ده اللي وقع من فوق لتحت. هو اللي حدفه وهو نزل بقى بدا يعني الثانيه الاولانيه حدفها هنا والثانيه حدفها جوه هناك، فلما حدفها في الحرف هناك بتاع المحجر نزلت في الاخر تحت. طب الشخص انت تعرفه؟ يعني حد عارفه؟ هو الجنب الثاني يعرفوه. مش هكدب عليك، انا ما اتعاملتش معاه بصراحه، ما شفتوش، ما اتعاملتش معاه. كذلك هم لما شافوه لما عيالي وهو معدي من جوه المعسكر، عيالي ما عرفوش. هو عيالي جابوا المواصفات بتاعته، هو لابس ايه، وكان بيشوفوا الفيديو ان هو لابس التيشيرت الاصفر، وهم قالوا فعلا لابس تيشيرت. طب مين حد من المنطقه تعرفوه؟ يعني حتى لو مش عارفين اسمه هيعرفوا ان هم يوصفوه تبع فلان، تبع ساكن هنا، هم ما عرفوهوش عشان كده. طب الشوال اللي كان مقفول ده كان قافله، يعني حطه جوه الشوال وقافله رابط شكاره من فوق ورابطها من فوق اكنك رابط شكاره زباله. لا مؤاخذه، شكاره زباله زي الفيديو كان موضح ان هي كانت هناك. دي ايه دي بقى؟ هي دي الشكاره الخرقه نفسها دي. الخرقه نفسها هي دي اللي كان لافف بيها. ايوه هي دي. طب الجزء اللي انتوا شفتوه ده يعني ما كانش منزل دم، يعني هو كان في دم جامد ولا كان حاجه بسيطه؟ الشكاره بقى زي ما انت شايف كده بقع دم بصراحه، يعني دي بقع دم بسيطه، بقع دم زي لكن كان منظف وكان غاسل هناك. كان ايه؟ كان غاسل هناك. كان غاسل. عرفناه بعد كده ان هو كان غاسل الجثه اصلا وكان منظف كل حاجه، والحتت اللي كان بيقطعها كان بيغسلها عشان الدم ما ينزلش من الشكاره. الدم ما ينزلش، لان هو رمى هنا حتتين، اللي هو النص التحتاني والنص الفوقاني والدراعات ودراعين ورجل، خدهم رماهم في شارع اسمه شارع رسلان فابو يوسف بره عندنا، اللي هي الكاميرات بقى جابته ان احنا الجنب بتاعنا ده زي ما انت شايف مفيش اضاءه ومفيش كاميرات، فما حدش ما عرفناش نوصل له من هنا. انما هو من الجنب اللي بره بقى طبعا الكاميرات جابته بتاع الشارع، كان هو رايح كان طالع في الوقت اللي هو الكاميرات جابته فيه، اللي هو الفيديو اللي اتنشر من عن طريق الحكومه، ان هو كان واخد الدراعين واخد رجل من الرجول دولت، خدهم رماهم في شارع رسلان. اللي هو الوجه البحري. والراس والرجل الثانيه دفنهم في قلب البيت.
قعد يقطع ويشف ويغسل. يعني احنا الفيديو، احنا في فيديو تاني قال لك ده بقى لما هو مع اعترافاته قدام النيابه قال لك انا 9 ساعات بقطع في الجثه. كان الله في عونكم، يعني فجعة صعبة جدا، يعني كان الله في عونهم.